مشاهدينا، من الشغف للممارسة ومن الهواية للاحتراف، ضيفنا اليوم اسم معروف في عالم الطيران الحر بدولة الكويت. نعم، ورود ساهم في نشر ثقافة الطيران الحر وشارك في فعاليات وإنجازات مختلفة. نرحب طبعا بأستاذ أسامة مندني رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر، حياك الله معنا وساعة المباركة. الله يحييكم وسعيد جدا بتواجدي معاكم، وإن شاء الله نستمتع معاكم في هاللقاء. أبرك أستاذ. أهلا وسهلا وحياك الله، وهذه الساعة المباركة. يعني صراحة بالبداية ودنا نعرف علاقتك مع الطيور، وهل كانت هي هواية من الصغر يعني أو شغف تطور مع الوقت، ولا شلون حبيت الطيور؟ يعني هي مثلا ورث مرات الأب إذا حب الطيور اي والله، يعني هاي شفناه يعني نقدر نقول انه ميكس بالثلاث نقاط اللي قلتيهم. ما شاء الله. يعني انا نشأت بعيلة ولله الحمد محبة حق هذا المجال. نعم. سواء من الاخوان، من الوالد الله يرحمها الوالدة، العمام، اغلبهم في هذا يعني المجال، تربية الطيور، الدواجن، الحيوانات الأليفة، الامور هذه. مع الكبر والتقدم في العمر خلينا نسميها صارت حالة من التخصصية في فئة الطيور الناطقة بالنسبة لي كهواية. نعم. تطورت وصارت نوعا ما تخصص في الطيران الحر في فئة المكاو. نعم. في الطيور الناطقة. وصار مثل ما نسميه بعد ما اسميه شغف، صار ادمان. يعني انا اليوم اكمل ولله الحمد 8 سنوات في عالم الطيران الحر. حلو. قاعد كلمة 8 سنوات متتالية من 2018 لليوم 2026. نعم. شبه يومي، إذا مو شبه، هو يومي أنا مع الطيور. نعم. إما في رحلة، إما في إيفنت، إما في فعالية، إما في تدريبهم، إما في متابعة شؤونهم في البيت عندي. صاروا شنو مع عيالك يعني؟ يعني لا، بالنهاية أنا هذا اللفظ بالأمانة ما أتقبله، يعني وايد العيال لهم حبهم أكيد وحياتهم. أكيد. والطيور لها حالتها وحبها وشغفها والهوس. نعم. بس للامانه اقول لك يعني واصله مرحله ادمان الطيور. نعم. اللي نشوف الحين بالاستوديو معانا طبعا اللي يمك البغبغاء والمكاو اللي موجودين ما شاء الله تبارك الله، بس انا بشوف بعرف شنو اللي يميز طيور المكاو عن غيرها، وليش اخترتوها في عمليه الطيران الحر بالتحديد؟ جميل. اللي معانا بالاستديو 3 من اصدقائي الحلوين. كاسكو الرمادي الافريقي، هذا يعتبر من اشهر الطيور الناطقه على مستوى الكره الارضيه يعني. نعم. اغلب الناس اللي يعرفون الطيور الناطقه يعرفون هذا الكاسكو. صح. يعني للمعلومه صاير هو البراند مال صح. الطيور الناطقه. صح. يشوفون هذا المكاو يقولون عنه كاسكو، يشوفون الامازون يقولون عنه كاسكو. اي طير دائما من قاره عوي ويتكلم يطلقون عليه لفظ كاسكو. نعم. والكاسكو هو هذا الرمادي. الان اصدقائي الثانيين الموجودين هنا عندنا فصيلتين مختلفتين من المكاو. عندنا الازرق بالاصفر اللي هو اخر واحد. ايوه، اللي هو خلينا نسميها الاوريجينال مال المكاوات، يسمونه البلو اند جولد. هذا الاشهر وهذا عشقي في عالم المكاو، انا احب هالصنف للامانه. غالي هذا؟ هو ارخصهم صدق؟ مع ان انا املك يعني الطيور النادره والطيور المميزه والغاليه والامور، بس انا ارتباطي مع هذا. شنو ميزته؟ احبه. إيه ليش تحبه؟ الحب ما ينسأل ليش. الحب ما ينسأل ليش. اليوم لما تكلمين عن المكاو اكو ميزه عامه لفئه المكاو. شنو؟ اللون، الحجم، السلوك العاطفي، استجابه الطير، النطق، الكلام، الاستفاده من هذا الطير. نعم. في قضيه التدريب الاكاديمي لو تلاحظين حتى بالسيرك يستخدمون هذه الطيور في الغالب الاعم في المكاو. لما نروح برا الكويت تشوفينهم مثلا بالفعاليات بالمعارض والامورات قاعد يستخدمون ايضا المكاوات هذه الطيور الكبيره كونها طيور ملفته. الان فئه المكاو مثل ما قال الاستاذ سالني انه ليش ماخذينها مثلا في الطيران. اليوم انا الطيور هذه قاعد تقطع مسافات كبيره تبتعد عني، فعشان اشوفها احتاج ان يكون الطير حجمه عود، اذا كان حجمه صغير ما راح يبين. اي صح. هذه جزئيه رقم 2. سلوكيا هذا الطير بالفطره عنده الارتباط العاطفي كبير بالمربي. فانا اي عمليه تدريب ما بيني وما بينه ما قاعد تعتمد على تدريب قهري، ما قاعد تعتمد على تجويع، قاعد تعتمد على العاطفه والحب ما بيني وما بين هذا الطير. نعم. فتشوفين مشاركاته بالفعاليات بالمهرجانات، الطيور قاعد تطير بين 500 700 الف نفر. واو. يهدون هالبشر كلهم وينطبون علي ويجيك. فهذا بحد ذاته يعني جزئيه تخلينا تميز وتفرد. بس هذا شيء طبيعي يعني حق الناس اللي عندهم شغف الطيور ويعني مثل ما يقولون الصقاره وغيرهم، يعني هاي طيور ولكن
الطبيعي ان الطير. والله شيء بشيء يذكر، اقاطعك تفضل. على طاري صقاره. اكو واحده من الجهات الاعلاميه قابلتني في يوم من الايام، نعم. وخذت مني تصريح وللاسف صيغ بطريقه مغايره. انا دائما شو اقول احنا في المكاو ما نعتمد على التجويع. نعم. الصقاره لما يطيرون الصقر العكس صحيح، لازم يكون الطير يعان علشان يهجم على فريسته ويصطاده وكذا. نعم، هذه المعلومات الثريه اللي ايوه. فللاسف اخذ المانشيت ان مندني يصرح ان المكاو بالتدريب افضل من الصقور في التدريب، لان اهل المكاو ما يعتمدون على التجويع والصقور يعتمدون على تجويع الطيور. هذه معلومه خاطئه. نعم. يعني صياغه الخبر بهذه الطريقه صارت نعم. سلبيه وليست ايجابيه. وكل طير له طبيعته. وجيد ان من خلال تلفزيون الكويت ان نصحح هذه المعلومه. جميل. سلوك المكاو شيء وسلوك الصقور شيء. نعم. آلية تدريب المكاو شيء وآلية تدريب الصقور شيء. نعم. لكن كل التقدير والاحترام حق هوايه اهل الصقور، وهي بالنهايه ارثنا وتاريخنا وعمقنا. اكيد. واصلا عفوا والمكاو ايضا له اسلوبه وطريقه تدريبه وتعليمه. نعم. 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 من خلال طبعا هذا الحديث عندنا اتصال، احنا بما انك تطرقت لتجهيز الطيور طبعا والعروض، خلينا ننتقل الان لاتصال هاتفي مع زميلك في الفريق ناصر حياه علشان يكلمنا اكثر عن مشاركتكم الخارجيه وتمثيل الكويت. استاذ ناصر يا اهلا ومرحبا فيك، وعرفنا عن الفريق الكويتي للطيران الحر في البدايه، متى انضميت له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء ارحب فيكم بالساده المتابعين، معكم اخوكم ناصر جوهر حياه في الفريق الكويتي للطيران الحر. نعم. نعم. حياك الله مره ثانيه استاذ ناصر. يعني نتكلم عن انضمامك للفريق وفكره عنه. يا محفوظ بالسلامه. اول شيء تاسس الفريق الكويتي للطيران الحر سنه 2020، ومن المؤسسين اسامه مندني رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر، نوجه له تحيه جميله. ابو محمد واخونا عبد الله العسفوري، دكتور طالب الشريف، وفيصل العليان، ومجموعه من خيره الشباب المهتمين بهذه الهوايه. يعذروني ما ذكرت اسمائهم. نعم. نعم. نعم ناصر. اما نعم. بالنسبه حق الفريق الكويتي للطيران الحر يقدم رساله مجتمعيه من خلالها ينمي ثقافه الجمهور بتربيه الطيور الناطقه، بالاخص هوايه الطيران الحر لفئه المكاو. نعم. وايضا تعزيز روح المبادره وخدمه افراد المجتمع برفع اسم الكويت والمشاركات الخارجيه. نعم. نعم. بالاضافه الى هذا المساهمه في دعم انشطه وفعاليات الوزارات العامه في الكويت، سواء وزاره الصحه والتربيه والاعلام. نعم. والاضافه لجمعيات النفع العام. نعم. وظهار الانشطه بصوره مميزه استثنائيه. نعم. نعم. ناصر، شلون هالمشاركات ممكن انها تساهم في ابراز صوره الكويت ونشر ثقافه الطيران الحر؟ طبعا احنا من الكويت لنا حضورنا الجميل، والاخوه في الخليج لهم حضورهم المميز. اكيد. ودائما ما يكون هناك ملتقى خبرات وتبادل المعلومات والثقافات، بحيث كل يكمل الاخر. من خلالكم اوجه تحيه لكل هواة الطيران الحر في الخليج واشياخ تربيه الطيور الناطقه. نعم، بارك الله فيك ويعطيك الصحه والعافيه استاذ ناصر حياه، عضو الفريق الكويتي للطيران الحر. ونرجع طبعا للاستاذ اسامه مندني، يمكن نتكلم عن الفريق بشكل عام. وقبل لا يدخل هذا الاتصال كان عندك موضوع التدريب، وضحت ان الفرق التدريب بين الصقاره وبين المكاو وغيره. ابى اعرف شنو اليه التدريب الخاصه بالمكاو؟ احنا طبعا لازم على قولتهم نفصل وين رايحين في التدريب. اليوم انا ابي ادرب الطير هذا على الطيران الحر، لنا على قولتهم برامجنا الخاصه في التدريب. اذا بعلمه على التدريب الاكاديمي والحركات والمثلا دور ولا افتح جناح، كل شيء لها اليتها الخاصه وطريقتها. اذا بعلمه حق مثلا السيرك والامور هذه ايضا لها طريقتها الخاصه. اذا بعلمه على النطق والكلام ايضا له طريقتها الخاصه. المكاو هذا كل اللي انا قلته ينطبق عليه، ولكن انا كمربي او انا كمدرب باي اتجاه ابي اروح. بالنسبه حق اسامه مندني مسلكه في عالم الطيران الحر. عالم الطيران الحر احنا دائما ننصح باقتناء الطير الاصغر عمرا. كل ما خذينا طير صغير كل ما صار الارتباط العاطفي ما بيني وما بينه
اقوى واكبر. كل ما صارت غرس بعض المبادئ والسلوكيات الخاصه ما بيني وما بين هذا الطير يكون اسهل. لان ربوه يعني انت مو مربي. لأن ربوه، لان الطير بعده عجينه إيه، صغيره. عجينة جديد. صغيرة، إيه. اما اذا يعني كبير بالعمر يكون مخزن بعض المعلومات او مخزن السلوكيات اللي ما بينه وما بين المربي اللي قبلي. طبعا. فقد تواجهني عرقله في التعاطي او التعامل مع هذا الطير، قد تواجهني مشكله في ان الطير يتقبلني، خاصه انه اذا كان ارتباط حقيقي مع المربي اللي قبلي، وهذه مشكله يمكن كثير من الناس ما يفهمها او ما يستوعبها. وايد من الناس يشترون طير يقول والله هذا طير ابوه خذيناه من راعيه ويطلع على ايد راعيه ويلعب مع ابناه قام يعضنا. طبيعي قام يعضك لان بالنهايه ما يعرفك وعلاقته مع اللي قبلك. الان تحتاج انت رصيد من الخبره والمعلومات في كيفيه التعامل مع السلوكيات هذا الطير وكسر الحاجز ما بينك وبينه للوصول الى داخله الى عاطفته. هذا اللي يمك الكاسكو هذا احنا كلنا عندنا ببيوتنا من هالكاسكو هذا شخصيا، يعني صراحه عندنا تجارب معه. اذا ما يعرفك يعض، هذا اذا ما يعرفك ما يثمنك. صح، ما يثمنك. ايه بالضبط. مشكلة. والله ايه انتبه بس لا يطير هني بالحلقه. لا اذا طار والله عاد عيد. دائما بالذات هذا الكاسكو الرمادي الافريقي دائما له ذكريات يعني إيه؟ بين قوسين سوداء بعوائلنا. بالضبط. دائما يقول رحنا بيت جدتنا وعضنا الكاسكو مالنا. أقول لك إيه يعني يعني. خالتي مثلا وعضني كله عضني. هو سبحان الله على السلوك، يعني السلوك بين متعود على سلوك معين يختلف. طبعا هو قاعد اقول لكم نرجع حق نفس فكرتنا الاوليه، كونه مرتبط مع العيله، كونه مرتبط مع الاسره هذه، كوني انا شخص جديد داخل عليهم، طبيعي اكو سلوك سلبي بالنسبه لي من قبل هذا الطير. ردة فعل. والسبب انه ما يعرفني. نعم. قد يكون بيستكشف انا منه، قد يكون متخوف مني، قد يكون غيره مني، قد يكون وجهي معاجبه، يعني وايد امور تؤدي انه يخليه يعضني. سبحان الله. نعم. ايضا في سؤال مهم جدا، يعني دائما يسالونه خاصه الاخوان يعني اللي برا، يقولون شلون نميز، يعني بيشترون هذا الطيور مثل هذا الطيور، شلون نميزوا الطير السليم عن الطير المتعب او المريض؟ بخبرتك. علامات واعراض واضحه تكون بالنسبه لنا احنا بالنسبه حق الطير الصاحي من الطير المريض. الآن اللي ما يملك هذه الخبرة احنا نقدر نعطي بعض المعطيات البسيطة اللي الكل يقدر يوصل لها. أبسط مثال نتجه حق مثال الأمراض التنفسية. الأمراض التنفسية وين تصيب؟ العين الأنف والأذن والحنجرة. انتهى الموضوع. هذه الأماكن اللي راح تصيدها. انزين دائما أتابع لون الوجه، فتحات الأنف مسكرة ولا مو مسكرة، خروج مثلا بعض السوائل من الفم، الامور هاي دلاله ان في بعض في حاله مرضيه. نتجه حق مثال امراض جهاز هضمي، دايركت نتجه وانت بكرامه حق الخروج مال الطير. شوفه ماي مو ماي، اللون متغير، الامور هذه مهمه. اكو الحاله العامه، مثال ان الطير مثلا ضعيف، تشوف مثلا عظمه الطير مبينه، تشوف مثلا خمول في حركه الطير، تشوف هذه خلينا نسميها الشغلات الجنرال اللي الواحد لازم يدقق عليها قبل لا يقتني هذا الطير. شيء بالشيء يذكر بعض المرات الناس تنخدع بهالسالفه، يشوفون طير خامل وعبالهم انه هادي. الله شوفوا هذا الهادي ويشيلونه هو تعبان، وهو تعبان، لان ما يملك رصيد انه شلون يشخص هذا الطير تعبان ولا صاحي، فيتجه له انه اي والله هذا الهادي خلينا نشيله ويشيله. طبعا الطير ما في رياكشن، هو اوريدي تعبان، فما راح يعضك ولا راح يصرخ ولا راح يتضايق، وكل اللي يشوفونه يقول الله ايش حالاته هادي. ولكن اللي يملك الخبره راح يدري ان هذا لا، هذا حاليا في ظرف صحي غير سليم، هو اللي مخليه بهذا الخمول وبهذا الركود. نعم. طبعا يعطيك الصحه والعافيه وبارك الله فيك استاذ اسامه، وحساك على القوه ان شاء الله. الله يعطيكم انتم العافيه ومشكورين على الاستضافه، وان شاء الله استفدنا من بإذن هذا اللقاء الجميل. عساك على القوه ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء راح ناخذ هذا الفاصل وراجعين لكم.